السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم يا أخوان؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وعافية. اليوم معنا الحلقة الخامسة من تحدي أهل الوفا، تحدي المليون، ومعنا عمر ضيفنا اليوم. كيفك يا عمر؟ تمام الحمد لله. كيفك أنت؟ ألف الحمد لله، ألف الحمد. نظام المسابقة هو يلا. مثل ما سيربح المليون. في عندك 3 وسائل مساعدة: استبدال سؤال، وحذف إجابتين، وتخطي السؤال و... تمام. وتخطي السؤال كأنك جاوبته وهيك. فخلينا نبلش. السؤال الأول: على من أطلق لقب كاكا حطين؟ هشام عابدين، أحمد حسينو، عبد الناصر أحمد حشم حجازية، حمام. أو أحمد حاج محمد؟ جواب نهائي؟ جوابني يعني. وجوابك صحيح، وهيك ننتقل للسؤال رقم 2. من هو هداف يلا. الديربي بين حطين وتشرين؟ سليم البلاوي، عارف الأغا، زياد شابو، أو سامر بركة؟ سالم بركة، عارف سالم الأغا. بركة. عارف الأغا، وجوابك صحيح. تمام. على من انتصر حطين في نصف نهائي دورة تشرين الكروية عام 2020 تحت قيادة حسين عفاش؟ تشرين، الجيش، الكرامة، أو الوحدة؟ تشرين. تأكد. هلا تشرين إيه. تتذكر شو انتهت وقتها؟ ضربات جزاء. وقت اثنينات ولعبوا ضربات جزاء. صحيح. وهيك بننتقل للسؤال رقم 4. هناك توأمة لنادي حطين مع نادي مصري. من هو هذا النادي؟ الأهلي المصري، أو الزمالك المصري، الإسماعيلي المصري، أو الاتحاد السكندري؟ الزمالك. أوكي. إيه تمام. جوابك صحيح، وهيك رح ننتقل للسؤال رقم 5. السؤال رقم 5 ب50,000، وهذا إذا ربحتوا ما بتخسرون أبدا. في أي عام تغير اسم نادي حطين من الساحل إلى حطين؟ عام 1969، 68، 70، 71؟ بظن بال 69. بتظن ولا متأكد؟ لا والله أنا حسب معلوماتي ب 69. ما بعرف. بدك حددوا للسؤال، ولا نستعين بأحد بس أه مساعدة، ولا خلاص جواب نهائي؟ نحذف إجابتين طيب. نحذف إجابتين، وهيك بضل عندك في أي عام تغير اسم نادي حطين من الساحل لحطين. عندك 1970 أو 1971. انحذف 1970 إن منص. جواب نهائي. شاء الله. وجوابك صحيح. هيك بننتقل للسؤال رقم 6. في أي موسم حصل جمال عباس على لقب هداف الدوري السوري مع حطين؟ 2004، 2005، 2005، 2006، 2006، 2007، 2007، 2008؟ 2005 2006 إن متأكد؟ شاء الله. مع 2004، 2005؟ بعد 2005 2006 وقت 19 هدف. وجوابك صحيح. هيك بننتقل للسؤال رقم 7. إلى أي نادي انتقل سليم خضر عام 2013؟ رمسا الأردني، الوحدات الأردني، اليرموك الأردني، أو الجليل الأردني؟ لا تنسى هسه عندك وسيلتين مساعدة: شو الوسيلتين اللي ضلوا؟ استبدال السؤال أو تخطي السؤال. تخطي السؤال كأنك جاوبت، استبدال السؤال من غير الاختيار. استبدال السؤال. بنستبدل السؤال، ولك للإجابة الصحيحة. الإجابة الصحيحة هي الجليل. كانت الجليل الأردني. صح. والله حاسس قلبي بس يلا. أعطينا خاطر. ما تغامر، صح.
في تصفيات بطولة الأندية العربية عام 2001 انتصر حطين على نادي القدس بنتيجة 6-1 6-2 5-1 أو 5-2. استبدل السؤال. 5-1 أنا متذكر، بس نستبدل السؤال تخط أحسن. هو بقى عندك مسألة مساعدة اللي هي تخطي تخطي السؤال. السؤال، تخطي السؤال، تماما. تخطي السؤال. والجواب الصحيح هو 6-2. 6. أكبر انتصار لحطين في الدوري كان بنتيجة 9-1. من هو الخصم؟ الجهاد، الحرية، مجد أو اليقظة؟ الجهاد، وقت جمع عباس جاب هاتريك، وهشام عابدين، وأركان مقيد، ومحمد فارس، ووافي درويش. متأكد يعني؟ إن شاء الله. وجوابك صحيح. في عام 2011 وقع نادي حطيم مع اللاعب الأردني أحمد عودة على نظام الإعارة. من أي فريق تم استخدامه؟ شباب الحسين، الشيخ حسين، أهل الأردن أو شباب الأردن؟ الشباب الحسين. جواب نهائي؟ إن شاء الله. متأكد يعني؟ والله حسب معلوماتي هيك. هو على بشكك بينه وبين أهل الأردن. يعني شو جوابك النهائي؟ خلاص خلينا على الشباب الحسين، شباب الحسين. للأسف هو كان الشباب، بس شباب الأردن وليس شباب الحسين. وبعتذر منك، وهيك بتكون ربحت معنا 50,000. كتير كتير بتشكرك لوجودك معنا، ومعلوماتك للأمانة معلوماتك حلوة كتير كتير. والأسئلة كيف، شو رأيك بالأسئلة؟ والله بشكل عام كلهم حلوين. في شيء حلو، في شيء صحيح صعب شوي، بس يعني الواحد يتذكرهم شيء حلو. هو الهدف من البرنامج إنه نقدم معلومة، لو كانت شوي صعبة لو كانت شوي قديمة، لأنه هو عامل مثل 3 مستويات للأسئلة. أول 5 أسئلة مستواهم سهل نوعا ما، لك صح. الثاني 5 أسئلة مستواهم متوسط، بعدين ال5 الأسئلة الأخرانية مستواهم صعب شوي. اي والله هلا هن صحيح صعبين بس حلوين. نورتنا يا عمر، تسلم وتشكرك على تسلم وقتك. يا رب. تسلم وشكرا يا رب. كتير كتير على وقتك خي عمر. يعطيك العافية. الله يعافيك. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الحلقة. سلام. شوف بعينك مهما صار أهل الوفا حط